بقضية نوعية عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، بعد وضع تحت التصرف هذه الأخيرة من طرف مصلحة شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين لمشتبه فيها تحوز على سند بنكي مزور ومبلغ مالي بالعملة الصعبة. ولتحريات باشرتها ذات المصالح مكنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة باستعمال سندات بنكية مزورة. تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص من إيقاف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة من بينهم امرأة. وبعد تمديد الاختصاص القضائي تم حجز وضبط مبلغ 3070 أورو، سندات بنكية بقيمة 8070 أورو، 137 ختم لمؤسسات بنكية وإدارية وخاصة مستعملة في التزوير، جهاز حاسوب، آلة نسخ، مركبة خاصة، 4 هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التزوير، استعمال مزور في محررات مصرفية ووثائق إدارية، تقليد الأختام.